لا ده متذبذب جدا يعني، معلش دي زيمبابوي. احنا المفروض كمصريين نفرح ان احنا عملنا ريمونتادا مع زيمبابوي. والله احنا الماتش اللي فات مش هقول ان احنا ادينا ماتش وحش، لا الماتش كان كويس. ورينا للمنافسين ان احنا لحد اخر دقيقه عايزين نجيب ونكسب. طبعا كان في بعض الملاحظات على خط دفاعنا، لكن من قدام وفي النص كان كويسين. بس خط دفاعنا محتاج نفوق شويه او نبدل عادي جدا، نلعب ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، نلعب برامي ربيعه، نرجع حمدي فتحي عادي جدا يعني. بالنسبه لتبديل امام عاشور انا شايفها مش احسن حاجه، كنا المفروض نبدله في الدقيقه 45 عشان نفسيه اللاعب، مش عايزين نحصل زي ما حصل لشريف في ماتش كوتيفوار. بس خلاص طالما في مصلحه المنتخب فدي خلاص حاجه تمام، واحنا مع حسام حسن على طول. هنوصل فين؟ انا شايف يعني البطوله دي مش تكتيكات على قد ما هي روح. انت لو عندك روح مع التكتيكات هتوصل اعلى مدى، بس انا شايف ان احنا ممكن نوصل، لو صعدنا اول هنوصل لنص النهائي والنهائي. شايف ماتش جنوب افريقيا، لا الماتش ده هيبقى فيه جوان كتيره من هنا ومن هنا. الماتش ده هيخلص 3-3 او 3-2 او 3-1 لجنوب افريقيا، 3-1 لمصر، يعني هيبقى في جوان كتيره يعني، عشان الاثنين بيلعبوا على التحولات، وده هيهاجم وده هيهاجم. فخط دفاعنا بتاع برضو جنوب افريقيا، خط دفاع جنوب افريقيا مش افضل حاجه. والله انا شايف ان الاداء ضعيف جدا، بالذات في الناحيه الدفاعيه. عندك الاثنين سيرد باكات ما كانوش بيأدوا الاداء المطلوب منهم، سواء حسام عبد المجيد او ياسر ابراهيم. عندك حتى الاثنين باكات اللي كانوا موجودين، محمد حمدي برضو مش اللي هو ما وصلش مثلا لنفس فورمه فتوح مثلا في ماتش زي ماتش المغرب البطوله اللي فاتت. وفتوح لما نزل برضو ما لحقش يعمل حاجه، لانه نزل في وقت متاخر، خد وقت متاخر. الموضوع هيبقى موضوع معنوي اكتر، ان اللعيبه عندها روح، لكن كفرق كتكتيك وكلاعب على الملعب لا، هو مش مباشر نهائي، بس كروح ممكن نوصل نص النهائي والنهائي بالزق. الاول كان الواحد برضو على اعصابه، بس الحمد لله ربنا وفقهم في الاخر. ومحمد صلاح بصراحه ربنا يبارك له، ومرموش باين اللي جاب الاولاني، فبصراحه ربنا وفقهم على اخر حاجه كده يعني. هتحاول اللي هم ايه جم في الاخر وايه ما شاء الله يعني جدعانوا وبقوا كويسين. ما كانش كويس قوي عامه، هم جم فوق في الاخر. بظن ان احنا بنلعب اصلا، المنتخب بيلعب على هيئه مرموش ومحمد صلاح بس، هيئه الدوري الانجليزي مش اكتر، فاهمني؟ انا ما بيوصلوش مثلا الصوت مثلا اللي هم ايه اللعيبه بتاعت الدوري المصري اصلا ثلاث ارباعها مش متشافه. عايزين كشافين اكتر، ننزلوا شوفوا الدوري المصري عامه، في لعيبه كويسه جدا. الماتش مشكلته كلها كانت في الدفاع فيه اختراقات ياما. اي لمسه من عندنا بتروح من زيمبابوي، اي حرفيا اي لمسه احنا بنسلمها ليهم. بس الثلاث اهداف او الهدف اللي جه فينا يعني غلطه مننا رسمي، مش اجتهاد منهم حتى. يعني تبديلة امام عاشور، هو حسام حسن طلع وقال ان هو بدله عشان خاطر عنده اجهاد وكده هوت. وان شاء الله الماتش الجاي اللعيبه متفائله، وخصوصا لعيب شبه عمر مرموش وكده هوت. يعني متوقع بطوله كويسه قوي للمنتخب، وان شاء الله هنكون واصلين للنهائي اقل حاجه.